وصل اخوك. ده العيال اتأخروا كده ليه؟ معرفش. هي الشنطة مع مين فيها؟ معرفش. قطايف باين. باين؟ طب واحنا سيبناها لطايف ليه يا اسطى؟ اعمل ايه يا مفتاح؟ ما احنا هبقنا على طول. لطايف لخمص. اهو. انجح. الحق. كلمه بسرعة. يا رد يا ابن الغبية. رد يا. هبا. احنا كده على طول. تجميعة واحدة. نجري مع بعض. نهرب مع بعض. أهم حاجة يوم ما نعمل مصيبة محدش يتقفش. ده مفتاح ما شاء الله عليه، خفيف وما بيغلبش، ولو الدنيا اتكعبلت هو ما بيتكعبلش. ده ولع صاحبي اللي بجد. هو سريع وكل حاجة، بس على المكن أسرع بكتير. ودول قطايف وألمس ما يفترقوش أبدا، يا الاتنين يمين يا الاتنين شمال. المفتاح ده العائل بتاعنا، طلع عليه اسم مفتاح بابا ماجد عشان ما كانش فيه باب في الدار ما بيعرفش يفتحه. من 7 سنين اتبنته واحدة اسمها كوثر وجوزها اسماعيل عشان ما بيخلفوش، بس ربنا من عليهم بالخلفة بعد ما اتبنوه بكام سنة قاموا رجعوه الدار تاني، وهو ما كرهش في حياته قدهم. اصلهم عامله زي اللي يقول لك اشرب ميه اول ما تيجي تحط الازازه على بقك يقفشها منك، وربنا اداله السرعه في كل حاجه، في الجري في النط، بس هو خجول شويتين. ولع ده اخويا اللي بجد، قلبه ميت وما بيهابش حد، وما يجيبش ورا لو قصاد التخين. هو اوقات كتير بيبقى غشيم وبيودينا في داهية، بس على قد كده ظهر تتحمى فيه. وهو اكتر واحد بحبه، يعني لو الشمس جابت لي شيء واحد هيبقى ولع. وهو تقدر تقول كده يعني اسم على مسمى. بس هو عنده امل ما يبقاش ابن شمس ويبقى ابن القمر اللي في الصورة دي. اصل هما لقوه على باب الدار، لقوا مع الصورة دي، ومن ساعتها وهي في جيبه. بس دايما بقوله تفائل، مصر فيها حوالي 70 مليون واحدة، يعني هتلاقيها موضوع بسيط. ألمس النبغة بتاعتنا عايش عشان يأنبنا، ومختلف عننا شويتين. شايف الدار ده حبسة ونفسه يسيبه ويهج، بس حظه حلو. قطايف ده بقى المثقف بتاعنا، بس الله اكبر عليه، على طول ماسك العقل. مش على طول، لا،
أول ما تحصل كبسة ونفترق نتجمع عند عم شعيب. كان بيجي يحلق لنا زمان في الدار لحد ما ربنا فتح عليه الدكان. يا عم شعيب، هو أكتر واحد فاهم دماغنا. عامل زي بتاع الموبايلات كده، يقول لك العده دي ايه خصائصها، مزايا وعيوب. اصلا عم شعيب اصلا لسه قطايف بقى قرا في حياته بتاع 36 كتاب، ويا ريت ما قراهم. هي اديته ثقافه، بس اديتنا احنا وجع الدماغ. يلا تعال. تعال. يلا اقعد. نفس اللي احنا عملناه بالظبط. هنعمل حاجة تانية؟ اقعد بس. اقعد. ايوه. بالراحه يا عم شاهين. ما تقلقش. ادخل يا ابني. ايه ده؟ حاجه يا عم شاهين. دول وانت اهو واحده قوم بالراحه. يلا. ايه ده يا يلا ما تفوقش. ده ما عملوش حاجه، كانوا بيحلقوا. عرفتوا مكاننا منين اصلا؟ كله منك انت. ما عملتش حاجه. استنى خلاص يا عم شعيب، روح انت يا عم شعيب. انا بتشال منك مش اللي عندك. ارجع ارجع انا باشا. ارجع انا هياخدوك. ادخل عندي المحل. والله ما عيب. لا مؤاخذة يا باشا، بس انا كده بنروح عليه. أكلة واحدة نومة واحدة. اركب. تعالى حاجز لك مكان. طبعا خير يا بابا. مين اللي عدت من ثانية بفتح عينيا بشفطتهن واقفلها عالشفطة التانية. مين اللي عدت من ثانية على رجلي داست ما اعتذرتش، مدت لها الرجل التانية. ألاقيش معاك فكت أوجاع. الناس وصلوا؟ على وصول يا بابا. كله تمام؟ ايوه طبعا. يعني ايه الشنطة وقعت منك؟ انت دماغك دي فيها ايه؟ يا اسطى المصايب نوعين، حظ عسر يصيبنا وحظ حسن يصيب الاخرين. حسن مين؟ حسن يا اسطى ما تجننيش، ما كانوش كتابين قريتهم. ولا ده انت لو بتتكلم انجليزي هنفهمك عن كده يا. انا قاري 36 كتاب يا جهله. جهلة؟ ايوه احنا جهلة يا قطة؟ ايوه عادي يا اسطى، احنا جهلة وانت ما بتشوفش. يا ساعة النضاره. انت قال ما فيش نضارات. لو انت كم مره نبطل الهبل ده. يا جدعان غاب عليكم. هيتغابى علينا خلاص، هيتغابى علينا بيقول. لا لو هيتغابى خلاص. يا حسن. خلاص يا عمك ما تنزلوا من على ودانا. ايه ده انت بتزعل ايه؟ يا عم انتوا عاملين وش. يا عم احنا بنزعق في ودنا. ايوه يا عم انتوا بتزعقوا، انتوا عاملين دوشه. بقول لك يا حبيبنا، العيال ده عامله زي الجرادة، انا عارفهم، فلو اشتكلت معاهم مش هنخلص، واحنا كده شويه وماشيين، فمشي دنيتك معانا كده لحد ما نخرج، ولو على الصداع خد روق دماغك. ليلتكم فل. هات النضاره. مفيش نضاره. لا هات النضاره. سيجارة. مفيش نضاره. انت كمان انا مصدع والله. خلي البس الكتب. خلاص بقى، خلاص. انا عايز اعرف مين بقى حسن. يا جدعان. هو الكلام اللي اتقال في الجرايد ده صحيح يزعل، لكن أنا الحقيقة ما زعلتش، لأن مش هو ده الموضوع. يا رب اليوم ده يعدي على خير. احنا طول ما احنا بنفكر وبنفقر مش هيعدي. الموضوع دول حبايبي، مش انتوا جيتوا هنا وصورتوهم؟ شفتوا حد فيهم؟ يا عبيد نسيت المنديل. ايه؟ مبسوطين. أنا نفسي نشأت يتيم، عشان كده أنشأت الدار دي. الأولاد دول كلهم أولادي، كلهم. أنا حريص جدا على تعليمهم. والعلم حضرتك، الدار دي
خرجت ناس نفعت مصر كتير جدا جدا جدا. فأنا الحقيقة يعني بعد اللي بعمله ده أحيانا يعني تصعب عليا نفسي، مقدرش أتملك نفسي يعني أحيانا. نادر رغم كل اللي بعمله مفيش حد بيشكر ولا حد عايز يقدر يعني أنا بعمل إيه. أنا بحبك قوي يا بابا ماجد. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. هم الولاد دول اللي مصبريني على الحياة. يا ريس، والكتاب اللي انا متاكده من المقال اللي انا كتبته ده؟ ايه مصدرك؟ لا انا ما قلتش على مصادري ابدا. لا يا حبيبتي، الكلام ده نقوله للناس بره مش طريقه التعريف بتاعك. طب انا عندي لك خبر تاني. وانا كمان ليكي عندي خبر. بجد والنبي؟ طب ايه؟ مين هيقول الاول؟ زي ما تحبي. خلاص ابدا انت الاول. طب يا ستي، انت مرفوضه. ايه؟